زمان الكلمة كانت عهد، دلوقتي بقت احتمال. والمشكلة في اللي بيكذب، المشكلة في وعده وهو عارف إنه مش قد وعده. احترام الكلمة مش أخلاق بس، دي بتكون هوية جوانا. يعني إيه تحترم؟ يعني لما تقول أنا موجود فعلا لازم تكون موجود، مش وقت اللي يناسبك وبس. يعني اللي ما بيحترمش كلمته مش بس بيكسر ثقة في اللي قدامه، ده هو بيكسر نفسه من جوه حتة حتة من غير ما يحس. وكل مرة تقول حاجة وما تنفذهاش في جزء منك بيقع، جزء من قيمتك، من مصداقيتك، من احترامك لنفسك. والمخيف هنا بقى انك ممكن تتعود على كده، تتعود تبقى شخص كلامه ملوش وزن، وعودك مفيهاش روح، حتى وجودك نفسه يبقى قابل للاستبدال. احترام الكلمة مش بس مرتبط بحد، ده بيكون التزام بينك وبين نفسك الأول. لأنك لو ما بقتش قد كلمتك مع نفسك هتبقى قد إيه مع غيرك. الناس ممكن تسامح مرة، مرتين، 3، لكن عمرها ما بتثق في حد خذلها وهو بيبتسم ويقول معلش. في فرق كبير بين اللي بيغلط وبيصلح واللي بيكرر نفس الكسر وبيسميه ظروف. الظروف بتكشفك مش بتبرر لك موقفك. والإنسان الحقيقي مش اللي بيقول كلام حلو، لكن اللي بيخلي كلامه ليه تمن. لأن الكلمة يا ترفعك يا تسقطك لتحت. وفي الآخر انت مش محتاج تثبت للناس انك صادق، انت بس محتاج تعيش بشكل يخليهم ما يشكوش فيك أصلا. فلو هتقول كلمة احسبها كأنها دين، ولو مش قدها اسكت، لأن الصمت هنا أشرف من وعد مكسور. دي كانت لمسة روح ليك بتقولك قيمتك مش في كلامك، قيمتك في التزامك.